السلام عليكم، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير وما ناقصكم حتى شي حاجه. قضيتنا هذا النهار هذا جريمه قتل طالبه اللي عندها يلاه 20 عام، خدات البكالوريا ديالها بنقطه مزيانه، ولكن بعض المرات الفقر كيكون عائق في الحياه ديال الانسان. كاين اللي كيتقاتل باش يوصل الاحلام ديالو بطريقه مشروعه، وكاين اللي كيبغي يختصر الطريق وكيجيبها غير في راسو. وشكون اللي قتل هاد البنت هادي؟ وشنو هما الدوافع وراء ارتكاب الجريمه؟ وكيفاش البوليس حتى غادي يوصلوا للقاتل على طريق فواتير الكهرباء والماء؟ ايوا يلا معايا نتعرفوا جميع على شنو وقع بالضبط وشكون اللي قتلها. كما قلت لكم القصه ديالنا كتبدا من مدينه كازا، وبالضبط في عام 2015. واحد الوالدين، الاب اللي الاسم ديالو المعطي والام اللي الاسم ديالها يامنه، لاحظوا بان بنتهم ما جاتش من الخدمه. بقاو كيتسناو فيها ساعه ساعتين ما بانتش، الاثر ديالها والو ما كاينش، واخا كيصونيو عليها في التليفون ولكن ما كتجاوبش. عياو ما يصوني والو. هنا تقلقوا عليها وتهولوا عليها. شنو داروا؟ توجهوا نيشان الوكاله اللي كانت كتخدم فيها. هاد الوكاله هذه ديال كراء السيارات. لقاو بانها سدات الوكاله. هنا بداو كيسولوا الناس اللي خدامين تما، ماشي اللي خدامين معاها، يعني الناس اللي عندهم محلات تجاريه حدا هاد الوكاله هذه. فاش سولوهم على بنتهم واللي الاسم ديالها نرجس، اكدوا لهم بانهم فعلا راهم شافوها في الصباح، ولكن من هذيك الساعات ما عاودوا شافوها. والديها ما عندهمش ديك الساعات مع من يتواصلوا. الوكاله مسدوده، الناس اللي خدامين فيها زعما لي كوليك ديالها اللي خدامين معاها. هنا شنو غادي يمشيو يديروا؟ غيمشيو عند واحد العساس اللي كيكون في هذيك المنطقه، وعاودوا ليه اشنو كاين، باللي بنتهم خاصها تدخل الدار مع داك جويه 8 ولا 8 ونص، ولكن راها دازت 10 ومازال ما رجعتش. هادشي اللي خلاهم يجيو باش يقلبوا عليهم، وهما في واحد الحاله ديال الخوف وديال الهلع، خايفين لا تكون وقعت لها شي حاجه خايبه. هنا العساس قال لهم بانه راه عنده النمره ديال مول الوكاله، ولكن ما يقدرش يعطيها لهم. جا هو اقترح عليهم بانه هو يتواصل معاه ويعاود ليه اشنو واقع. وفعلا داكشي اللي كان. اتصل بالسيد المره الاولى ما جاوبش في التليفون، عاود اتصل به المره الثانيه وهنا غادي يجاوبوا. هنا العساس غادي يقول له بان الوالدين ديال نرجس اللي خدام عنده في الوكاله راهم كيقلبوا عليها، وبانهم خايفين عليها بزاف لانها مازال ما رجعتش للدار. قال ليه قل لهم بانهم يتسناوني، انا دابا غادي نجي لعندهم نشوف شنو واقع ونتعاون معهم الا قدرت زعما نعاونهم. من بعد ما جا سولوه وقالوا ليه بنتنا فين مشات؟ راه اخر مره جات عندكم لهنايا الوكاله. قالها فعلا لا، راه مع 10 ديال الصباح كانت في لاجونس، دوزت النهار ديالها، ولكن قبل من الوقت اللي متعوده كتخرج فيه بساعتين، يعني مع 6 العشيه، جات عندي وقدمت لي الاستقاله ديالها. سولتها علاش؟ قالت لي بانها لقات واحد الخدمه اللي قريبه للدار والصالير ديالها احسن. والديها هنايا استغربوا وقالوا له ما يمكنش، بنتنا ما قالت لنا حتى شي حاجه من هذا الشيء، واصلا هي كانت مرتاحه في هذه الخدمه هذه وفرحانه بها. قال لهم حتى انا ما عارف حتى شي حاجه وحده اخرى، وما زدتش اصلا حتى انا سولتها. يعني هاد المعلومات هذه انا اللي عطيتكم، هادشي اللي هي قالت لي. وحتى دابا الا بغيتو نتعاون معكم نهزكم في الطوموبيل ديالي ونديكم عند البوليس تعاودوا لهم اشنو كاين، راه ما عندي حتى شي مشكل، مرحبا. فعلا داكشي اللي كان. الوالدين توجهوا مباشره للمركز ديال الشرطه، وكان معهم بطبيعه الحال صاحب الوكاله باش يقدموا
اختفاء الفائدة العائلة. ملي مشاو عند البوليس وعاودوا لهم اشنو وقع، بان البنت مازال لحد الان ما رجعتش للدار والتليفون ديالها حتى هو ضافي، قالوا لهم راه ما يمكنش ليهم بانهم يبداو شي اجراءات حتى تدوز 48 ساعه، بحكم بان بنتهم يعني واحد البنت اللي هي كبيره وعارفه راسها اشنو كدير، تقدر تكون طلع الهد، مشات لشي بلاصه، تلاقات مع شي صحاباتها ولا سافرات، يعني ممكن يكون ما وقع لها حتى شي حاجه. وبغض النظر على هادشي كامل، هما راه ما يمكن لهمش يديروا شي حاجه ولا يكتبوا البلاغ حتى دوز 48 ساعه على الاختفاء ديالها. الوالدين هنا بداو كيطلبوا فيهم وبداو كيبكيو وكيقولوا لهم بان بنتهم نرجس مستحيل دير شي حاجه بحال هادشي، ولكن القانون الراي ديالو راي اخر. وقبل ما نكملوا القضيه ديالنا اجيو نتعرفوا شويه على هاد البنت. شكون هي؟ سميتها نرجس، تزادت في عام 1996 وسط واحد العائله اللي ما فحالهمش. باها كان كيخدم كحارس ديال العمارات وديال السيارات في نفس الوقت، والام ديالها كانت ربة بيت، وهما كانوا بهم شي 4 ولا 5 ديال الخوت مجموعين ولاد وبنات، ولكن خوتها كاملين زوجوا وحتى شي واحد فيهم ما كمل القرايه ديالو. نرجس كانت هي البنت الاستثنائيه المميزه، اصلا هي بنت زوينه ومربيه وكانت بدراعها، وكانت كتقلب على شي حاجه وعلى شي طريق بانها تخرج من داك العيشه اللي هي عايشه مع والديها، لانها هي ما كانتش عاجبها داك المستوى اللي هما كانوا عايشين فيه. واخا هي راه كانت كتبغي والديها ودارهم وخوتها، ولكن ما كانتش راضيه على داك العيشه هذيك اللي كانوا عايشين. كانت كتقرا مزيان وكانت كتجيب معدلات اللي مزيونين ما بيهمش، ومني وصلت للبكالوريا جابت 15 في الموين، ولكن هاد النقطه هذه كانت ما كافياش بالنسبه ليها، لان نرجس كانت الامنيه ديالها وهي انها من تكبر تولي طبيبه تفتخر بنفسها وتخلي عائلتها يفتخروا بها وتعاونهم وتقدر بانها تحقق الاحلام ديالها. قدرت بانها فعلا تدوز الامتحان، ولكن للاسف ما تقبلاتش في كليه الطب. فهنا توجهت مباشره لجامعه العلوم مدينه كازا ودارت التخصص ديال البيولوجي اللي ما كانتش في الحقيقه مقتنعه به نهائيا، وبدات كتفكر في نفس الوقت اشنو خاصها دير. نرجس قالت مع بالها بانها العام الاخر زعما دير باك حر وتحاول بانها تجيب نقطه احسن من اللي جابت هذا العام هذا وتوجد الامتحان ديال الطب، يعني ما تخلاش نهائيا على الحلم ديالها. وباش ما تضيعش هذا العام هذا تخدم في شي اجونس ولا في شي اي حاجه، المهم باش تقدر بانها توفر واحد المبلغ ديال الفلوس. في حالة اذا تقبلات في الكليه ديال الطب تصرف بعدا على راسها وتاخد داكشي اللي كتبغيه، لانها اصلا نرجس كانت كتبغي تهلا في راسها، تلبس مزيان وتبان بحالها بحال كاع البنات. فعلا بدات كتقلب على الخدمه حتى لقات الخدمه في هاد لاجونس. كان هو اصلا كيقلب على شي بنت اللي كتهضر باللغه الفرنسيه والانجليزيه، تكون كتهضر بهم بطلاقه ويكون الشكل ديالها حتى هو زوين. والديها في الاول ما كانوش مقتنعين وقالوا لها بنتي كملي قرايتك في الجامعه وشوفي شي دومين واحد اخر، ولكن هي كانت رافضه وكانت كتقول لهم بان الحلم ديالها هو انها تكون طبيبه وما يمكن لهاش تنازل على احلامها تحت اي ظرف كان. دوزت الامتحان في داك الوكاله اللي هضرت لكم عليها، وكانت بالنسبه لمول الوكاله واحد الموديل اللي مزيان مناسبه لهذا البوست هذا. فعلا خدمات معاه، كل شيء كان غادي مزيان. نرجس كانت مرتاحه في الخدمه ديالها، كتهلا في راسها، كتشري حويجات داكشي اللي محتاجه، وفي نفس الوقت داكشي اللي بقى ليها
كتخبعوا لان والديها ما عمرهم ما طلبوا منها شي حاجه، ودائما كيقولوا لها خبي الفلوس ديالك باش الا وقفتي عليها تلقايها. وواخا نرجس كانت خدامه كانوا والديها كيعاونوها مره بشي بركه، وهكا كانت حياتها. نرجعوا دابا للابحاث ديال الشرطه. دازت 24 ساعه ونرجس مازال ما ظهر لهاش الاثار. والديها عياو كيقلبوا عند صحاباتها، عند الناس اللي كيعرفوا العائله، ولكن والو، الاثار ديالها ما كاينش نهائيا. عاونوهم شي ناس من الجيران ومن العائله في البحث، ولكن نرجس لا حس لا خبار، والتليفون ديالها مطفي. من بعد ما كملت 48 ساعه الوالدين هزوا الصوره ديالها وتوجهوا مباشره لمركز الشرطه، وفعلا هنا البوليس بداو بالبحث ديالهم على نرجس. واول حاجه داروها هو انهم تواصلوا مع جميع مراكز الشرطه ومراكز الدرك الملكي اللي كاينين في جهه الدار البيضاء، ورسلوا لهم الصوره ديال نرجس. من بعد ما داروا واحد البحث في المستشفيات ومستودعات الاموات اللي مكلفين بحوادث السير، زعما قالوا ما ربما تكون دارت شي حادثه ولا شي حاجه وراها مشات لشي سبيطار، ولكن الاثر ديالها ما كانش، كأن الارض شقات وبلعاتها. والديها مساكن كانوا خايفين بزاف وحسوا بان شي حاجه خايبه تقدر تكون وقعت لبنتهم. من بعد اسبوع على الاختفاء ديال نرجس، رجال الدرك الملكي اللي كاينين في منطقه بوسكوره بمدينه الدار البيضاء توصلوا بمكالمه هاتفيه من طرف واحد الشخص، واحد السيد اللي كانت الخدمه ديالو كيمشي للغابه وكيقلب على واحد الخضر، ما عرفتش واش خضر ولا شي حاجه واحده اخرى اللي سميتها الترفاس. السيد هو كيقلب تما في الغابه وهو عينيه كيمشي لواحد الحفره في الارض، كيلقى فيها واحد جوج ميكاس اللي خرج منهم واحد الريحه خايبه. من يحلهم شنو غيلقى فيهم؟ غيلقى فيهم اجزاء بشريه. هنا مباشره كيعيط في التليفون لرجال الدرك الملكي اللي مباشره حتى هما التحقوا بمسرح الجريمه وبداو الابحاث ديالهم. ما كاين حتى شي دليل اللي ممكن انه يعاونهم في البحث، لا بصمات لا اداه الجريمه لا حتى شي حاجه. اللي كاين هما هاد الاكياس بلاستيكيه اللي فيهم الجثه مقطعه على 3 ديال الاجزاء. هنا صفتوا هذوك الاجزاء مباشره للتشريح الطبي اللي النتائج ديالو شنو لقاو بان هذه بنت غادي يكون العمر ديالها ما بين 20 سنه حتى 23 سنه. هاد البنت هذه كانت حامله في الشهر الثاني وباينه بانها توفات قبل 7 ايام، يعني تعرضت لجريمه القتل قبل اسبوع. من بعد ما خرجت نتائج التشريح الطبي وتوصلوا بها رجال الدرك الملكي، من يقلبوا حتى هما في البلاغات ديال الاختفاء اللي كاين عندهم في قاعدة البيانات، لقاو بأن واحد الدائرة في مدينة الدار البيضاء غسل لهم واحد البلاغ اللي خاص بواحد البنت اللي العمر ديالها 20 سنة واللي اختفت حتى هي قبل أسبوع، وتقريبا كتحمل نفس المواصفات اللي كاينين في هذه الجثة، مع العلم أن الجثة ديال الضحية راها كانت مشوهة نوعا ما لأنها كانت في بداية التحلل وما لبسة حتى شي حاجة. وخا هذاك الشيء كامل رجال الدرك كان عندهم واحد الشك، إلا بغينا نقولوا نسبة 50%، بأن نفس البنت اللي كيقلبوا عليها بأنها هي اللي توصلوا بهاد البلاستيكات اللي هما عندهم صفتهم للتشريح الطبي. الدرك الملكي تواصلوا مباشرة بالشرطة وعلموهم بهذه المعلومات. البوليس تواصلوا مع العائلة ديال نرجس وطلبوا منها بأنهم يمشيوا معهم لمستودع الأموات باش يشوفوا هذيك الجثة. ونسيت ما قلت لكمش بأن الضحية كانوا الأجزاء ديالها كاملين كاينين، هادوك اللي جمعهم
الطبيب الشرعي اثناء التشريح الطبي، ولكن اليدين ديالها كانوا مقطوعين. شنو قالوا مع راسهم غالبا؟ بان القاتل دار هادشي هذا كامل باش يموه الشرطه والبحث. هنا رجال الدرك ما قدروش بانهم يوصلوا للهويه ديالها. الوالدين ديال نرجس ملي جاو للمستودع وشافوا الجثه قدروا بانهم يتعرفوا عليها، وكانوا فعلا في واحد الحاله نفسيه اللي صعيبه بزاف، لان من غير القتل ديال بنتهم الجسم ديالها كان في واحد الحاله زعما حاله لا حاله الله، لانها كان في بدايه التحلل. وباش تأكدوا بأنها هي بنتهم راهي فقط من خلال هذوك العلامات اللي كانوا عندها في الجسم ديالها، لأنها مسكينة كانت تقريبا مشوهة. حاليا البوليس هنا ما بقى قدامهم حتى شي حاجة واحدة أخرى. شنو دابا خاصهم يديروا؟ خاصهم يقلبوا على القاتل شكون هو، ولكن ما عندهم لا دليل لا حتى شي حاجة. هنا إذا ولات قضية اختفاء وجريمة قتل. البنت اللي يلا عندها 20 عام، مسرح الجريمة ما فيه لا أدلة لا والو، يعني ما كاين حتى شي خيط منين يبداو التحقيقات ديالهم. هنا داروا واحد البحث ميداني مع الأصدقاء والمعارف ديالها، ولكن لاحظوا بأن نرجس أصلا كانت واحد البنت اللي ما عندهاش صحابات وما كانتش اجتماعية، بحكم بانها كانت مركزه على قرايتها وميم طون كانت كتحس بانها ما كانتش كما قلت لكم راضيه على الوضع اللي هي عايشه فيه. دائما كانت كتحس باللي راها قل من الناس، وهذا الشيء كان كيخليها بعيده عليهم وما بغاتش تعاشر مع الناس بزاف. اذا المعلومات الوحيده اللي كانت عندهم هو انه في النهار اللي اختفت فيه مشات لهذيك الوكاله اللي كانت خدامه فيها، وفي العشيه قدمت الاستقاله ديالها، ومن بعد داكشي صافي غبرات. البوليس تدعاو هنايا مول هذيك الوكاله وسولوها علاش نرجس قدمت الاستقاله ديالها، مع العلم ان والديها قالوا بانها كانت فرحانه وما كانش زعما ما كان خاصها حتى شي حاجه، وبان حتى هما ما كانش في العلم ديالهم بانها كانت باغا تخرج، وعارفين بان زعما العلاقه المهنيه ديالها معاه كانت مزيانه. هنا قال لهم انا ما عرف حتى شي حاجه، انا جات عطاتني الاستقاله ديالها، قالت لي بان غادي يعطيوها صالح حسن، وخا انا فعلا انا ما وافقتش في الاول، ولكن في التالي ما لقيت ما ندير، انا اصلا ما مدخلش معها في حياتها الشخصيه، قدمت لي الاستقاله كما قلت لكم، رفضت صافي. مني بقات مصيره قلت لها داكور بسلامه، سنيت لها على الاستقاله، مشات في حالتها وخليتها على خاطرها. السيد صراحه كان واثق في نفسه، زعما ما كيهضر ما فيه لا خوف لا حتى شي حاجه. هادشي اللي خلى البوليس يقتنعوا بالهضره ديالو. حاليا بقات قدامنا طريق واحدة، وهو أنهم يتوجهوا لشركات الاتصالات ويشوفوا نرجس مع من كانت كتهضر. شنو لقاو في الأسبوع الآخر قبل وقوع الجريمة؟ لقاوها تقريبا بأنها تواصلات مع شي 12 رقم. إلا بغينا نقولوا بأن الأغلبية ديالهم كانوا معهم علاقة عمل، يعني كلهم كانوا زبناء في هذه الوكالة هذه اللي كانت هي خدامه فيها. ولاحظوا بان كاين مكالمات كثيره ما بينها وبين صاحب الوكاله. سولوه قالوا له شنو هي هاد الحاجه هذه زعما اللي كتخليكم بانكم تهضروا وقت طويل مع بعضياتكم وكل نهار؟ قال لهم هاد الشيء عادي، لان انا اصلا عندي مشاريع اخرى وشحال من مره هي كتصل بيا وكتشاور معايا في اي حاجه خاصه بالخدمه، وهذه راها حاجه زعما راها منطقيه. واخا هاد الهضره هذه اللي قال لهم زعما راها منطقيه لحد ما، ولكن واخا هكاك البوليس بحال شكوا في شي حاجه ماشي هي هذيك. شنو غادي يديروا؟ غادي يمشيو ياخذوا اذن من عند وكيل الملك باش يقدروا يقلبوا له الطوموبيل ديالهم. فعلا داكشي اللي داروا، بعد ما جابوا الاذن مشاو لطوموبيلته وقلبوها، غادي يلقاو فيها واحد الفواتير ديال الماء والضوء اللي مسجل فيهم واحد العنوان
آخر، ماشي العنوان ديالو اللي عنده مذكور في البطاقة الوطنية، لا، هذا شي عنوان واحد آخر. هنايا شنو غادي يديروا؟ سولوه، قالوا له واش عندك زعما شي دار واحده اخرى، ولا عندك ولا كاري شي دار ولا شي برطمه ولا شي محل. فاش سولوه قال لهم لا، انا ما كاري ما شاري حتى شي دار واحده اخرى، انا عندي غير داري فين كنسكن انا ووليداتي ومراتي، وهذيك لاجونس اللي انا كنكري فيها طوموبيلات. هنا الشرطه حسوا وعرفوا بانه كيكذب عليهم. إلا ما داير حتى شي حاجه، علاش غادي يكذب عليهم؟ البوليس واخا كانوا شاكين فيه، لانه اولا كانت بينه وبين الضحيه مكالمات اللي هي كثيره وطويله وفي ساعات متاخره من الليل، زائد بانه نكر باللي عنده شي عنوان اخر. يعني بحال هو باغي نقول، الا بغينا نقولوا زعما كيموه الشرطه، باغي يدير لهم تمويه. هاد الدار هادي واش شاريها ولا كاريها المهم الله اعلم. وهما لقاو الفواتير في الطوموبيل ديالو، وهذاك الشيء اللي خلاهم يزيدوا يشكوا فيه اكثر واكثر. في نفس الوقت هما ما بغاوش يبينوا ليه على الشكوك ديالهم، وكملوا المهم البحث ديالهم بسريه تفاديا وقوع اي خطا. هنا قصدوا هذاك العنوان اللي كان في الفواتير، واللي كان في واحد الإقامة اللي هي راقية تما في مدينة الدار البيضاء. شنو غادي يديروا؟ غادي يلقاو تما الحارس اللي مسؤول على داك الإقامة هذيك، وغادي يسولوه وغاوه الصورة ديال صاحب الوكالة. ملي شافو تعرف عليه دغيا، وقال لهم بأنه راه كاري واحد الشقة هنا في العمارة في هاد الإقامة. جاو هما سولوه، قالوا له واش كيجي دائما لهنايا؟ قال لهم راه كيجي تقريبا، المهم ماشي كل نهار، ولكن المهم لا بغينا نقولوا حتى نهار بنهار كيجي ومعاه شي بنت. قال لهم بان هاد البنت هادي كان كيشوفها دائما معاه. هاد البنت هادي في العشرينات من العمر ديالها، مازال صغيره وزوينه، وعطاهم المواصفات ديالها كاملين، واللي كانوا كيطابقوا مع المواصفات ديال نرجس. البوليس قالوا له واش ما لاحظتي حتى شي حاجه غريبه مؤخرا؟ قال لهم تقريبا هذه شي 8 ايام ولا 9 ايام لاحظت بان خارج وهز واحد الباليزه كبيره في يديه. سولته قلت له واش نعاونك نطلعها معك للطوموبيل، ولكن هو رفض وقال لي بانها خفيفه، ومع العلم بانه كان جارها غير بالسيف باش يدخلها للكوفر. قالوا له سولوه واش هاد البنت هادي دائما كتجي معاه؟ جاوبهم وقال لهم بان كتجي معاه القليله واحد 3 المرات في الاسبوع. البوليس من بعد ما عرفوا هاد المعلومات كاملين تواصلوا مع وكيل الملك وعلموه بهذا الجديد كامل. وبما ان القانون كيقول باللي مول الدار ضروري خاصو يكون معاهم، البوليس اضطروا بانهم يتصلوا به، ولكن هو ما كانش كيجاوب في التليفون. هادشي اللي خلاهم يضطروا بانهم يحلوا الدار بلا ما يكون هو معاهم. ومع ذلك القانون كيقول بانه ضروري خاص يكون شي شاهد يحضر لعملية التفتيش. هنا غادي يختاروا هذاك الحارس اللي عطاهم هذوك المعلومات كشاهد رئيسي لعملية التفتيش. من بعد ما دخلوا للدار وبداو كيقلبوا فيها، كانت فيها واحد الريحة ديال مواد التنظيف، ولكن في نفس الوقت كانت فيها حتى ريحة ديال الدم، حيت البوليس راهم مولفين بحال هاد القضايا هادي وكيعرفوا الريحة وكيميزوا. البوليس قلبوا ما لقاو فيها حتى شي حاجه، ولكن مني حلوا الكونجيلاتور تفاجئوا بواحد البلاستيكه اللي فيها اليدين ديال الضحيه اللي ما كانوش في مسرح الجريمه. الحارس اللي كان معاهم مني شاف هذا المنظر تحشوا له الركابي ديالو، ما بقاش قادر حتى يوقف، لان عمره في حياته ما شاف شي منظر بحال هذا. البوليس عرفوا بان هاد الدار هذه هي مسرح الجريمه، تواصلوا مع الشرطه العلميه اللي التحقت في نفس اللحظه بمسرح الجريمه. صيفطوا هذوك اليدين للتشريح الطبي وكملوا الابحاث ديالهم، رفعوا البصمات وجمعوا جميع الادله اللي ممكن تنفعهم في التحقيق. استخدموا
الماده ديال لومينول اللي هي عباره على واحد الماده اللي ملي كديرها في الارض واخا كيكونوا داك النقطات ديال الدم ما باينيش كيتفاعلوا بهاد الماده هذه لان فيها مواد كيميائيه وكتبين الدم على شكل بقع زرقاء. وبالرغم بان القاتل راه كان منظف مسرح الجريمه وداير يعني الكلور ومواد اخرى، الا انهم ملي داروا هاد الماده هذه كيبانوا بقع كثيره ديال الدم اللي كانوا في الارض، وكانوا حتى في الحيط ديال الكوزينه وديال بيت النعاس وبلايص مختلفين في الدار. البوليس من بعد ما كملوا الابحاث ديالهم في مسرح الجريمه مباشره توجهوا للوكاله ولقاو القبض على مولاهم. في الاول بطبيعه الحال كان ناكر العلاقه ديالو بالجريمه، ولكن بعد ما وجهوا له وعرفوه بداك الشيء اللي لقاو وواجهوه باليدين حتى اللي لقاو في الثلاجه، وبأن الشقة كانت مكرية في الاسم ديالو، زائد بصمات الضحية اللي كانوا في المرايا وكاع البلايص اللي كاينين في الدار، زائد البقع ديال الدم اللي اكتشفوه بمادة الألومنيوم. هنا ما بقى عنده فين ينكر، وقرر هنا بأنه يعاود لهم كيفاش وقعت هذه الجريمة هذه. والقصة منين بدات؟ قال لهم بأنه من نهار اللي جات عنده نرجس باش تخدم عجبته كابنت، هي كانت مازال صغيره وزوينه وكانت اصلا هي مناسبه لهذاك البوست اللي كان هو باغي. وهو في الاول كان باغي يغريها بالهدايا والفلوس، وكان كيطلب منها بأنها تدخل معاه في علاقة، ولكن هي كل مرة كانت كترفض. البنت مربية مزيان وبنت دارهم وما عندهاش مع هادشي كامل. هنا شنو دار؟ قال غادي ندخلها على طريق الحياة ديالها الشخصية. بدا كيسولها على قرايتها فين واصله، واخا هو راه كان عنده السيفي ديالها، ولكن هي باش يدخل وبدا يهضر معها زعما ويدردش هو وياها. سولها قال لها وعلاش زعما ما كملتيش قرايتك؟ انا كنت منك كنت كملت القرايه ديالي. هنا بدات كتقول له بانها هي الحلم ديالها بانها تولي طبيبه، ولكن ما نجحاتش في الامتحان، وهي قررت بانها تخدم هذا العام هذا وتجمع شويش ديال الفلوس، والعام الجاي غادي تدوز باك ليبر، ومن بعد داكشي غادي تحاول تخدم مزيان للكونكور باش تنجح فيه. جا هو قال لها وعلاش ما تمشيش تقراي في الجامعه اللي بالفلوس؟ جات هي قالت له انا دارنا ما فحالهمش، وبانها ما تقدرش زعما تحمل هذوك المصاريف كاملين، بحكم بان الجامعه الخاصه المعترف بها دوليا هي واحد الجامعه اللي المصاريف ديالها غاليه بزاف، تقريبا المهم كطيح بواحد 100 مليون 7 سنين. وشكون هذا اللي يقدر يحط هذا المبلغ كامل؟ ولا سيما هي في الوضع ديالها والديها ما فحالهمش. جا هو قال لهم بديت انا كنغري فيها وكنقول لها بانني انا نقدر نتعاون معك ونخلص ليك المصاريف ديال هذه المدرسه هذه، ولكن مبدئيا خصها تصبر واحد العام بيد ما زعما الامور الماديه ديال لاجونس تقاد. البنت اصلا كانت مازال صغيره وما عندهاش تجارب زعما في الحياه ولا عمرها عرفت شي واحد، هي كانت نيه. وجات هي شنو دارت؟ بدات كدورها في دماغها، تاقت بهاد الهضره هذه كامله اللي قالها، مع العلم بانه راه كان هي كيكذب عليها. وشكون هذا اللي غادي يحط مبلغ ديال 100 مليون على شي بنت اللي ما كتربطوا بها حتى شي علاقه؟ في الاول هنا المهم كانوا كيهضروا مع بعضياتهم في التليفون، كل مره كيبدا يهضر معها كيطلق لها هضره زوينه، كيحاول يتقرب منها، وحتى هي راها طمعات بانه يخلص لها المصاريف ديال داك الجامعه، وهذا الشيء اللي خلاها انها تقرب منه، بالرغم بانه كاين بيناتهم بعدا واحد الفارق ديال السن كبير. هي يلا عندها 20 عام وهو كانت عنده 47 عام، مزوج وعنده وليداته، وهي اصلا كانت عارفه هاد المعلومات كاملين. من بعد ما تطورت العلاقه ديالهم وقعت بيناتهم علاقه غير شرعيه. هادشي علاش مشى
هذاك الدار باش يقدروا بانهم ياخذوا راحتهم ويمشيو لها وقت ما بغاو، وغالبا كانوا كيمشيو لها في هذاك الوقت ديال الغدا، يعني ما بين 12 و 2. استمرت العلاقه ديالهم لمده عام تقريبا. من بعد هنايا نرجس راها عرفات وتاكدت بانه هادوك الوعود ديالو كاملين اللي كان كيقول لها راه ما كاين حتى شي حاجه منها. هو بقى مره كيتماطل وكيقول لها اياه ان شاء الله راحني غادي نحلوا هذا الموضوع هذا، وغادي صافي غادي ندخلك تقراي، غندير لك غنفعلك. وكان شي مرات باش كيسكتها كان كيعطيها الفلوس وكيشري لها واحد الهدايا اللي غاليين بزاف. هكا كانت كتقدر بانها تنسى الموضوع واحد المده، حتى عاوتاني كتفكر، عاوتاني كتبقى عليه بالهضره، عاود هو كينوض كيمشي يشري لها كادو يعطيها الفلوس. حتى لواحد النهار ملي جا لاجونس وهي تدخل عنده قالت له بانها بغات تهضر معاه في واحد الموضوع مهم، ولكن هذا الموضوع هذا راه ما يمكنلهاش تهضر معاه فيه هنايا في الخدمه، وخاصها ضروري تمشي معاه للدار. جا هو قال لها ان شاء الله غادي نمشيو، مني ساليو الخدمه اولا بغيتي حتى ما بين 12 و 2 نمشيو. داكشي اللي كان. مشاو، مني وصلوا للدار هنا غادي تواجهوا. شنو غادي تقول له؟ غتقول له بانها راها حامله وحامله في الشهر الثاني. جا هو قال لها بكل بساطه غادي تطيحي داكشي اللي فكرتك، لانني انا راجل مزوج وعندي وليداتي وما باغيش نحرب حياتي. جات هي قالت له كيفاش غادي نطيحو؟ غنوض انا غنطيحو هكاك، واش ما كفاكش بانك ما خلصتيليش المصاريف ديال الجامعه ديالي؟ وانا غادي نتاكد بانك كنتي غير كتكذب عليا وبان عمرك ما كنتي عوال تخلص عليا شي مدرسه، وانا اصلا ما عمري ما غلطت حتى غلطت معاك، وانا دابا حاليا راني حامله منك، وهادشي اللي فكرتي ما غاديش نطيحو، وخاصك تزوج بيا باش تعوضني على هذا الوقت هذا اللي ضيعت معاك كامل. انا بغيت غير نقرا النهار الاول ونسات فليتي عليا، وانا ضحيت بشرفي على ود هادشي هذا. جا قال لها شوفي فيا، راه هادشي اللي كتقولي واللي كتمني راه كله مستحيل. انا مستحيل نزوج بشي بنت بحالك اللي باعت اخلاقها والمبادئ ديالها باش تقدر بانها تخلص الجامعه. هنا بدا بيناتهم واحد النقاش اللي كبير، واحد الساعه بدات كتهدو وقالت له الا ما تزوجش بها او ما خلصش عليها المصاريف ديال الجامعه راه يا اما غادي تمشي عند مراته وعائلته وغتعاود لهم هادشي كامل وغادي تشوههم. في داك اللحظه هذيك هو بلا ما يحس شنو دار، شدها من راسها وبدا كيخبط فيها مع الحيط، ضربها 2 3 حتى لواحد اللحظه كيبان ليه الدم خارج لها من النفام. هنا شنو بدا كيدير؟ بدا بقى كيفيقها، تخلع في الصراحه ديال هو ما كانش ناوي يقتلها، ولكن الشيطان نعاله والله. ولكن مع الاسف كيكتشف بانها ماتت. هنا تلف ما عرف ما يدير، كيعاود بانه بقيت جالس حدا الجثه لمده ساعات كثيره، وانا كنفكر كيفاش خصنا ندير حتى نتخلص منها. مني وصلت العشيه مشيت لداري، جبت معايا واحد المنشار وواحد البالا اللي كنت مخبي في الكراج، درتهم في الكفر ديال الطوموبيل. ومع 10 ديال الليل توصلت بمكالمه من عند الحارس اللي كاين في هذاك الحي اللي عندي فيه لاجونس. قال لي بان والدي النرجس جاو كيقلبوا عليها لانها لحد الان مازال ما رجعتش لدارهم، وبانهم بغاو النمره ديالي باش يتواصلوا معايا. انا قلت ليه ما تعطيهمش نمرتي، انا دابا جاي عندهم باش نشوف شنو واقع. فعلا داكشي اللي درت، مشيت لعندهم وبينت بان ما عندي حتى علاقه بالاختفاء ديال بنتهم. ركبتهم معايا في الطوموبيل وديتهم حتى لعندكم باش يديروا بلا بالاختفاء ديالها. مني ساليت انا معاهم هادشي كامل، رجعت للاقامه اللي كنت كاري فيها داك الدار اللي وقعت فيها الجريمه. مني طلعت للدار شديت الجثه ديال نرجس ودخلتها للحمام وبديت كنقطع
قطع فيها، قطعها ل3 أجزاء، وكمل بانه قطع لها يديها ودارهم في الكونجيلاتور، خلاهم سما حتى لشي نهار ويخرجهم باش كما قلت لكم يدير تمويه للبوليس وما يلقاوش الاثر ديالها على ود البصمات باش ما يعرفوهاش. هنا شنو دار؟ مشى جمع هذاك الطراف اللي قطع كاملين، داروا في اكياس بلاستيكيه ودخلهم في واحد الباليزه ونزلها في الدروج. هنا ملي شافوا الحارس قال لي واش نعاونك، لان الباليزه كانت كتبان ثقيله كما قلت لكم، وهو رفض وقال له بانها راها خفيفه. هز هذيك لافاليز كما قلت لكم، دارها في قلب الكوفر، بدا كيخمم خصو يمشي لشي بلاصه بعيده باش يدفن الجثه. شنو غادي يدير؟ غادي يمشي للغابه ديال بوسكوره كما قلت لكم. هاد البلاصه هذه اصلا هي بعيده ما كيوصلوا لهاش الناس. لو هز البالا، هز الباليزه، مشى لواحد القانت بقى كيحفر، ولكن الحفره ما كانتش عميقه بزاف لانه كان خايف ان شي واحد يمشي يدوز ويشوفه ولا يحصلوا في داك الليله هذيك. المهم دفن الجثه ديالها وهو ظن بان راه حتى شي واحد ما شافه، وقال بان راه حتى واحد ما غادي يعيق به، ولكن نسى بان راها روح عزيزه عند الله. من بعد الاعترافات ديالو داروا إعادة تمثيل الجريمة، وتقدم لمحكمة الاستئناف مدينة الدار البيضاء اللي تبعته بتهمة الفساد، الخيانة الزوجية، وتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتحكم عليه بالسجن مدى الحياة. ما نكذبش عليكم، هاد البنت هذه في الصراحة بقات فيا بزاف، ولكن في نفس الوقت ما عجبنيش الحال هذيك الطريقة باش هي تصرفات. كانت تقدر تحقق الأحلام ديالها بقرايتها وتعاون والديها، وخا كانت الحالة المادية ديالهم ما هياش، ولكن وخا كانوا مساكن كابرين معها. خدمات على راسها، ما داولهاش فليساتها، قالوا لها جمعي فليساتك، كان بإمكانها بأنها تصبر. زعما الصبر شي حاجة كبيرة، ولكن حتى هو الله ياخذ الحق فيه، وهو اللي خرج عليها وهو اللي طمعها، والبنت مازال صغيره والعقل ديالها صغير. واش غادي نقول لكم؟ في الحقيقه الله ينجينا وينجي وليداتنا من اي حاجه خايبه يا ربي. هنايا وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا، وكنقول لكم السلام عليكم والله يهنيكم الى الحلقه القادمه ان شاء الله. وكنطلب منكم بانكم تدعموني بشي لايك وشي كومنتير، والناس اللي مازالين ما متابعينيش تابعوني باش يوصلكم كل جديد من عندي. وبسلام عليكم وباي باي.